هيك بالرقص والورد والهيصة استقبلنا أبطالنا وانطرناهم بالمطار، لأنه شبابنا ما بيلبقلن إلا الفرح والفخر. فمن اسطنبول رجعوا حاملين الإنجاز للبنان، حيث توج المنتخب اللبناني للمدارس الخاصة بلقب دوري كرة الصالات المدرسة بعد أداء استثنائي ومنافسة قوية من الفريق النسائي. ومن جهته حقق فريق الشباب لقب الوصيف بالبطولة، ليأكدوا كلهم إنه الرياضة المدرسية قادرة ترفع اسم لبنان بالعالي. أول شيء يعطيهم ألف عافية، ونحن ب3 جماع تحضرنا ورحنا، ونحن منتخب زي مدارس عم نلعب ضد فريق جامعات، يعني كتر خيرهم بنات طلعوا أول وهارد لك لشباب طلعوا تانيين، وعلى امل انه كل سنه تحسنوا اكثر واكثر وميرسي لكم على وجودكم. الظروف اللي كانت موجوده اخر ثانيه قررنا انه بس رق الوضع نطلع نشارك بالبطوله. حضرنا تقريبا شي جمعه ونص، فريق الصبيان وفريق البنات، لعبنا ضد فرق لها فتره بتتحضر نون ستوب، نحن بسبب الوضع كنا موقفين، والحمد لله عملوا اكثر بكثير من ما كنا متوقعين. هيدي اكسبيرينس كثير حلوه عاشوها هالتلاميذ، عم نجرب من هلا نحضرهم كرمال بعدين كرمال المستقبل. هيدي اول شغله. شغله ثانيه، هيدي مساج لهم لكل اللبنانيين، لقد ما الظروف كانت صعبه وخطره نحن دائما مكفيين، عن جد رح نكفي. هيدا فخر لكل واحد فينا انه يمثل منتخب لبنان، وبظل كل هالظروف الصعبه اللي عم يمرق فيها البلد قدرنا نروح نلعب وننافس عالم اكبر منا. دايما ما بنستسلم ودايما بنكفي ودايما بنربح. هذا شيء كتير حلو انه عم ننافس برا، ونحن على طول بدنا نرفع اسم لبنان لو ظل هالظروف الصعبه، نرفع اسمه بالعالي. فما بندم ابدا اني رحت عليها وتعلمت كثير قصص وتعرفت على كثير عالم وكوتشيه. كمان زيت الشيء كانت اكسبيرينس كثير حلوه، انبسطنا كلنا مع بعض برا، عشنا اكسبيرينس كثير حلوه ولاول مره تقريبا 3/4، وبحب اشكر الكوتشيه. قرروا انه كلهم يسافروا كمان يرفع اسم لبنان بالعالم، حتى بمصدين الحرب يعني الكوتش ما تردد وحاجة لما نخلص كان بعدها ماشي الحرب. فكل شاب وصبية كانوا أبطال من موقعهم، وحققوا إنجاز بيفتخر فيه كل لبناني رغم كل الظروف الصعبة يلي عم نمرق فيها. وهيك خطفوا أبطال لبنان الكاس من اسطنبول ورجعوا عبيروت.